السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي ومستمعي لايف تيوب في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن كل ما يخص مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بدولة الإمارات العربية الشقيقة. تقام المباراة في 5:30 من مساء الأحد 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك. وقبل مباراة القمة في الإمارات نتحدث عن القيمة التسويقية للفريقين. تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 38 مليون يورو، ويعد محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط النادي الأهلي هو الأغلى بين لاعبي الفريقين، فيما تعد القيمة التسويقية للاعبي الزمالك قرابة 16 مليون يورو. ويعد الفلسطيني عدي الدباغ هو أغلى لاعب في الزمالك بقيمة تسويقية تبلغ 1,200,000 يورو، في ظل غياب البرازيلي ألفينا صاحب القيمة التسويقية 1,500,000 يورو. حصل الأهلي على بطولة كأس السوبر المصري 15 مرة، فيما حصل الزمالك على السوبر المصري 4 مرات. ومن جانبه أعد الاتحاد المصري لكرة القدم جوائز قيمة لبطولة السوبر، حيث يحصل الفائز على لقب السوبر على 300,000 دولار، أي ما يقرب من 15 مليون جنيه مصري، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 200,000 دولار، أي ما يقرب من 10 ملايين جنيه مصري. ويحصل كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة في بطولة السوبر على 50,000 دولار، أي ما يقرب من 1,000,000 جنيه مصري. وقبل مباراة القمة هناك لاعبون ارتدوا قميص الأهلي والزمالك نجدهم في المباراة. ففي الأهلي هناك ياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإسلام وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وياسين مرعي ارتدوا تيشيرت الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي، فيما ارتدى عبد الله السعيد وأحمد حمدي وناصر ماهر تيشيرت النادي الأهلي قبل الانضمام إلى الزمالك. مباراة الأهلي والزمالك تجمع الكبيرين، فلمن الغلبة في المباراة؟ دعونا ننتظر.